الصينيه دي اختراع، هي دي صينيه التوفير، هي دي صينيه السعاده، بجد صينيه جامده من الاخر. صينيه ملهاش حل. صينيه ممكن تكفي اسره كامله، وممكن كمان تاكلي منها على يومين. عايزه اقول لكم عملناها بتتبيله رهيبه، وطعمه خطير جدا، من غير عصير طماطم، بس جامده من الاخر. قبل بقى ما نبدا الفيديو بتاعنا ونخش على الطريقه بتاعتنا، هنصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهبدأ الفيديو بتاعي بسر التتبيلة اللي تبلنا بيها الأجنحة. طبعا نزلتها في فيديو لوحده، وهرجع اعملها لكم تاني عشان محدش يدور على التتبيلة تاني. انا هنا يا جماعة معايا معلقتين او 3 معالق من الكاتشب. طبعا الكاتشب انا عاملاه في البيت ومنزله الفيديو بتاعه. هاخد المعلقتين الكاتشب دول، هحطهم كده في طاسة او اي حاجة عندك. هنعمل صوص الباربيكيو. عايزه اقول لكم تتبيله صوص الباربيكيو مع المشويات او الفراخ او اي حاجه رهيبه. حطيت الكاتشب، عليه معلقه مستردة، عليه صويا صوص ودبس رمان. مفيش صويا صوص ودبس رمان، حطي معلقه عسل نحل. وهنحط معلقه من الخل، وحطي بقى ملح وحبه توم باودر وبصل باودر وجنزبيل. وهزود حبه ميه صغيرين، وهنقلبوا التتبيله بتاعتنا دي، وعصير ليمون. تمام، نقول تاني. كاتشب، عليه معلقه مستردة، عليه صويا صوص ودبس رمان، خل، ملح، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، ليمون، معلقه عسل نحل، حبه ميه. قلبي كل المكونات دي كويس جدا، وخليها تقوم بغلوه على النار. بصوا خلاص عملت. انا هنا معايا اجنحه. معاكي بقى اجنحه، وراك، اي حاجه انت عايزه تعمليها بتحطيها. هنزل بالصوص اللي انا عملته، اللي هو اسمه صوص البابريكيو. عايزه اقول لكم الليمون بيديه مزازه جامده. العسل، الحاجات دي بتديله طعم رهيب، وبتخلي طعم البطاطس تحفه، والله والله. اكلنا البطاطس لاخر واحده، ما رمينا منها حاجه. هنقلب بقى الصوص بتاعنا ده ونسيبه في التتبيله بقى كده ايه، حوالي ساعه ساعتين. بس انا عايزه اقول لكم والله ما سبته في التتبيله ربع ساعه على بعض، طلع الطعم رهيب. خلاص، انا حطيته في التتبيله على جنب. هحضر بقى مكونات الصينيه بتاعتي. هقطع كام بطاطسايه، قشرتهم وخرطتهم. وبصوا، معايا بصلتين 2 او 3 بالظبط، مش كتير. هخرطهم جوليان، انا عايزاهم يتقطع كبير. وبرده الطماطم مش عامله عصير طماطم، ولا حطيت صلصه تانية ولا اي حاجه. مجرد ان انا قطعت 3 4 طماطمات وبس. كده بصوا البصل بتاعي اتقطع. هنيجي بقى بالطماطم بتاعتنا، برده هتقطعيها حلقات. الصوص ده يا جماعة ودى الصينية في حتة تانية خالص. الطعم خطير. دبس الرمان مع الصويا صوص مع العسل مع الليمون، مع حبة زيت حطيتهم، مش عارفة انا قلتهم ولا لأ. حطيت فيهم حبة زيت، بجد تحفة. خلاص، هنقطع الطماطم بتاعتنا، وهقطع قرنين فلفل. اللزوم بقى ايه، لازم تكون سبايسي بقى وطعمها تحفة. خلاص، انا هنا قطعت كل حاجة. هنزل بقى بالبصل بتاعي، وهحط عليه حبة ملح وفلفل صغيرين، وهدعكهم كده ايه في بعض. خلاص، بعد كده بقى هنزل بالبطاطس، وهاخد الفلفل، وهقلب كل ده في بعضه. طبعا انا ما حطيتش الطماطم عشان انا عايزه الطماطم تبقى فوق الوش. هحط بقى الطماطم كده فوق الوش، وهحط لها حبه ملح ايه وفلفل صغيرين. وحطيت ورق لوري. حطي ما تكتريش بقى، عشان احنا حاطين ملح في التتبيله بتاعتنا وفي البصله. انا بس عشان الطماطم والبطاطس. خلاص، هرص بقى الاجنحه بتاعتي او الوراك او اي حاجه انت هتعمليها، رصيها عليها. خلاص، وهنزل بقى بباقي الصوص اللي في الطبق على الصينيه، وهحط برضو حبه ميه صغيرين. يعني هحط حبه ميه في الطبق دوت، واروح ايه قلبهم عليها. خلاص، هحط بقى معلقه من السمنه فوق، وزعها كده فوق الوش، وغطيها ودخليها الفرن. غطيها بورقه المونيا كده ودخليها الفرن. اول ما تحسي البطاطس والفراخ استوت، بتشغلي الشوايه. هنا بقى هنعمل جنبها حبه رز بالشعريه. حطيت معلقه من السمنه، عليها حبه من الزيت، وهنزل بمقدار الشعريه بتاعي، هقلبه. واول ما هياخد لون معايا، هنزل بمقدار الميه. طبعا لكل كوبايه رز كوبايه ميه، لكن الشعريه بحط نص المقدار. هحط حبه ملح، وهكون غاسله الرز بتاعي وهسقطه.
وهقلبه وهغطيه واسيبه يستوي ايه على الهادي. عايزه اقول لكم هسيبه بقى يستوي وهنغرف الاكل بتاعنا. الاكله جامده والصينيه ملهاش حل. بصوا بقى يا جماعه، شايفين شكل الصينيه لما طلعت؟ شايفين لون الصوص بتاعها عامل ازاي؟ بجد صينيه رهيبه وملهاش حل، وقال لنا حبه فلفل جنبها وليمون مخلل. اكله جامده من الاخر. وانا هنا يا جماعه وصلت لنهايه الفيديو بتاعي. لو وصلتي لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت الحلو والدعوه الحلوه، وتصلي على الرسول في الكومنتات، وتعملي متابعه وتعملي مشاركه للفيديو عشان كل حبايبك واصحابك يستفادوا وانا استفاد. وقولي ايه رايكم في اكله النهارده الجامده اللي ملهاش حل، اللي هي صينيه التوفير، صينيه السعاده، الصينيه الاقتصاديه. وقولوا لي ايه رايكم، وقولوا لنا بالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.